ايه رأيكم النهاردة نقول بعض المعلومات البسيطة جدا والهامة لينا واللي نستفيد منها ان شاء الله. عندنا الريحان خافض لدرجة الحرارة، وعشان كده بيستخدموه في جنوب افريقيا لان درجة الحرارة بتكون عالية جدا، وده بيساعدهم في خفض درجة حرارة اجسامهم. عندنا فوائد زيت جوز الهند مش للشعر بس او للجلد او للبشرة، ولكن فيه 90% من الدهون المشبعة، وده بيكون فيه مضادات أكسدة للجراثيم والميكروبات والفطريات والفيروسات، وبيسهل كمان في امتصاص المعادن الأخرى. العسل النقي اللي هو خالي من الشوائب بيكون مفيد جدا لجسمنا وشعرنا وكمان للبشرة، لأنه هو غني بالفيتامينات والمعادن، وبالرغم من كده فإنه الغذاء الوحيد الذي لا يتعفن بسبب تركيبته الفريدة من نوعها اللي بتمنع جميع أنواع البكتيريا والجراثيم من التكاثر عليه أو إفساده. الجرجير من النباتات الورقية مهم جدا للناس اللي عندهم فقر دم أو عندهم نقص في الحديد. كمان اللي بيستخلصوا من الأوراق بتاعته زيت الجرجير. الزيت ده مهم لإطالة الشعر، كمان إن هو بيستخدم في مجالات علاجية كثيرة جدا لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم والزنك والحديد ومركبات تسمى الفلافونيد. كمان إن هو غني باليود وبعض العناصر الغذائية الأخرى اللي بتعالج ضعف الغدة الدرقية. عندنا زيت الشيح مهم جدا لآلام الطمس أو الدورة الشهرية، من ما فيها من تعب ومغص وصداع وغثيان، كما إن هو بيساعد على نزول الطمس لدى النساء. الزنجبيل والأرق، هل في علاقة بين الزنجبيل والأرق؟ نعم، بيقلل الزنجبيل من أوجاع الرأس نتيجة التوترات النفسية والعصبية، كما يؤدي إلى ارتخاء الأعصاب. الزنجبيل والدورة الشهرية أو الطمس، وهو بيساعد على علاج الغثيان والتقيؤ وحالات الإسهال اللي بتعرض لها المرأة نتيجة التقلصات في منطقة الرحم ومنطقة البطن. إلى جانب التغيرات بيحصل تغيرات هرمونية، فالجنزبيل بيعمل على تسكين الأوجاع في منطقة البطن. القرفة بتسكن آلام الدورة الشهرية وفي نفس الوقت بتنظف الرحم والناس اللي بتتأخر الدورة عندها، فده بيساعدها على نزولها بسرعة. خشب الصندل ده بيساعد على زيادة القدرة على التركيز، بيعمل على إنعاش الدماغ وتنشيطها، الأمر اللي بيخلصنا من الخوف والتوتر والقلق والإرهاق، وده بيعمل على تقوية الذاكرة. الطماطم مهمة لأنها بتخفض ضغط الدم المرتفع كأنها دواء ضغط بالظبط، لأن فيها نسبة من البوتاسيوم كبيرة، وفيها كمان نسبة من الكالسيوم، ولذلك إنها مهمة للناس اللي عندهم هشاشة في العظام. وكمان فيها نسبة من فيتامين كي، وفيها كمان فيتامين بي اللي هو مهم جدا للأعصاب، وفيها 3 أحماض مهمة اللي هو حمض جاما وأمينو بيوتريك، وده اللي بيديها خاصية مميزة. الجزر بيساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع، لأنه فيه مركبات بتكون بتساعد على خفض الدم، وخاصة بيكون فيه نسبة كبيرة من البوتاسيوم. كمان إنه هو مهم بالنسبة للناس اللي عندهم هشاشة في العظام، لأنه فيه كالسيوم وفيه كمان معادن مهمة للعظام، وفيه كمان فوسفور. كمان إنه هو فيه بيتا كاروتين وفيتامين ايه مهم جدا للنظر والبشرة والجلد وكمان الشعر. الزعتر من الأوراق المهمة جدا اللي مشروبها بيساعد على علاج السعال الشديد، وكمان ممكن نتغرغر بيها أو نتمضمض في حالة التهاب الحلق أو لو في أي آلام في اللثة. كمان إن زيت الزعتر العضوي مفيد جدا للسعال الشديد، وآمن جدا على الكلى والكبد والمعدة بعكس المضادات الحيوية الأخرى. كمان إن هو بيقوي جهاز المناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي بنسبة كبيرة، وبيدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ودي مهمة جدا لمكافحة أي ميكروب يخش جسمنا، وإنتاج الكولاجين المهم جدا في تجديد الخلايا والعضلات والأوعية الدموية. الزعتر بيعالج الإجهاد لأنه بيحتوي على فيتامين بي 6، وده مهم جدا للخلايا العصبية، هرمونات الإجهاد في الدماغ. كمان إن هو بيعدل المزاج. بذور الكتان مثبطة لسرطان البروستاتا، بتمنع نموه عند الرجال. كمان هي بتحتوي على أوميجا 3 اللي بتحمي من تصلب الشرايين وبتخفض كوليسترول الدم.
لابد من الاهتمام بالأسنان باستخدام معجون الأسنان، الفرشاة، وكمان المضمضة بالغسول المطهر، وتنظيف بالخيط ما بين الأسنان. ده بيقينا من مرض الروماتويد. القرنفل مسكن للأسنان قوي واللثة، وفي نفس الوقت بيساعد على الهضم، بيساعد في صحة القلب، وكمان بيساعد في تقليل الانتفاخ. وهو يعتبر بيخلصنا من الإمساك نتيجة لأنه بيحتوي على الألياف، والألياف دي بتساعد على مرونة خروج الفضلات خارج الجسم. الخيار لو ضفنا له الليمون والبقدونس وشربناه كعصير، ده بيساعد على التنحيف، كمان ان هو بيعمل على ادرار البول، مطهر للمسالك البولية والكلى، وبيخلصنا من اليوريك اسيد اللي بيسبب مرض النقرس. المورينجا مشروب جميل جدا. اولا بيعيد بناء العظام الضعيفة، مقوي للهيكل العظمي بشكل عام، بيعالج سوء التغذية، وبيكافح فقر الدم، ويعتبر غذاء متكامل لبعض الشعوب. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.